علشان الناس دي سواء اللي بتعمل دايت او اللي ماشيين على نظام غذائي او حتى اللي عندهم السكر او اللي واخدين الموضوع لايف ستايل بيبقوا متصالحين كده مع نفسهم وواثقين وعندهم رضا ان الاكل الصحي ما بيكونش طبعا زي اللي معمول بالدقيق الابيض والسكر والزبده والسمنه. لا طبعا لازم نكون واثقين جدا من النقطه دي، بس زي ما بيقولوا كده احنا اتعودنا بنحب الموضوع كده زي ما هو، بس صدقوني في البدايه ممكن يكون صعب، بس بعد كده بنتعود وبنحب الموضوع اكتر وبندور على الوصفات الصحيه اكتر. فانا حبيت اشارك معاكم النهارده وصفه من الوصفات اللي بعملها باستمرار، فلو الفكره عجبتكم اني اشارك معاكم الوصفات الصحيه دي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس عشان نعملها مع بعض باستمرار. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم في امان الله. كمان هسيب ليكم لينك التوست وعيش التورتيلا الاسمر في صندوق الوصف، بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه واللايك وشير الوصفه دي مع اصدقائكم اللي بيحبوا الوصفات الصحيه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.